السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تهنئة فخامة الرئيس السياسي أفورقي بمناسبة حلول العام الجديد. فرع الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر يقيم أعماله. تشييد مشروع مياه شرب في حشيشاي. فرار مئات المدنيين إثر معارك بين جيش الكونغو والمتمردين. الرئيس الروسي والإيراني يناقشان العلاقات الثنائية والتطورات الدولية. وزير الخارجية الصيني يؤكد التصدي بقوة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. وجه فخامة الرئيس السياسي أفورقي برسالة تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، وفيما يلي نص الرسالة كاملة. لقد تميز العام الذي نختتمه بتطورات معقدة مثل السلام والاستقرار والتقدم التنموي المشترك في منطقتنا وفي الدول الجوار وفي العالم أجمع. وفي ظل هذه البيئة من الأزمات الحادة، كان شعب حكومة إريتريا قادرين دائما على مواجهة جميع الأحداث والتحديات متسلحين بالحكمة والصبر والتسامح، وضمان الاستقرار والسيادة الوطنية والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية على الرغم من كل العقبات التي واجهتهم. وعرب عن تمنياته بحلول العام 2026 المقبل أن يتألق هذا الإرث بشكل أكثر إشراقا، وأن يستمر التقدم في بناء الوطن وتنميته بوتيرة أقوى. تهانينا وعام جديد سعيد وعيد ميلاد جديد للشعب الإريتري الأبي في الداخل والمهجر وقوات دفاعه الباسلة. عقد فرع الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا تقييم أعمال 2025 وخطط العام 2026. وقدم مسؤولو الوحدات التابعة للفرع تقارير عن أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وتنمية المحاصيل والثروة الحيوانية وظروف الزراعة وتحدياتها وأنشطة تنمية الدخل والقوانين والضوابط المتعلقة بقطاع الزراعة واستخدام الأسمدة الطبيعية وفوائد مدارس المزارعين في مزارعهم، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تشجيع الزراعة المصقرة في مديريات نقفة وأفعبت وشعب وجندع وفورو لزيادة دخل المواطنين وإنتاجيتهم. وذكر مسؤول فرع البذور السيد تسفيت جبرز جابيهير في كلمته أن البرامج الشاملة التي تم تنفيذها بشكل عام وتلك التي تم تنفيذها لتحسين سبل العيش المزارعين بشكل خاص كانت فاعلة. وبعد مناقشة التقارير التي قدمت، قدم المشاركون الآراء والاقتراحات الرامية بتنظيم دورات لموظفو الفرع والدفع ببرامج الزراعة المصقرة، بالإضافة إلى التركيز على تدريب المزارعين بالتجوال في مزارعهم نظرا إلى فوائده المعرفية والتطبيقية. وشدد مدير عام قسم الزراعة والأراضي السيد ميكيل تكيه في كلمته الختامية على أهمية العمل عن كسب مع المزارعين لتعزيز دور ومساهمة المتخصصين الزراعيين لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الحالية. تم تشييد نظام جديد لإمدادات المياه الصالحة للشرب في ضاحية حشيشاي التابعة لمديرية حقات. وذكر السكان الذين كانوا يستخدمون مياه غير صحية في الماضي أن المشروع الذي أنشأ بالتنسيق مع بين السكان ووحدة إدارة المياه في إقليم عنسبة قد حل المشكلة التي ظلت تؤثر على حياتهم اليومية والصحية. ويضم المشروع الذي يعمل بالطاقة الشمسية 5 كيلومترات من خطوط مد الأنابيب من وادي حمراء إلى حشيشاي ومحطتي توزيع للمياه. وأوضح مدير إدارة الضاحية السيد محمد أحمد عمر في إفادته لوكالة إيران الأخبارية أن مد الخط قد وفر حلولا لمشاكلهم، وخاصة في تخفيف العبء عن الطلاب وكبار السن. وأشار مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد بدوره للجهود المتضافرة لحل مشكلة مياه الشرب وحث السكان على استخدامها بكفاءة وضمان استدامتها. ويقطن في إدارة ضاحية حشيشاي، وهي واحدة من 14 إدارة ضاحية تابعة لمديرية حقات، أكثر من 10,000 نسمة في 15 قرية.
أشارت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي القبراب في الاجتماع التقييمي الذي عقد في كرن يوم 29 من ديسمبر بنجاح إقليم عنسبة في مكافحة قتال الإناث والذي صار جديا للتخلص منه. وقالت السيدة لؤي القبراب في تقييم فرع الوزارة في إقليم عنسبة أن التقدم المحرز يعتبر مثالا يحتذى به ليس للبلاد وحسب بل للآخرين أيضا، وشددت على مواصلة هذا النجاح والحلول دون حدوث انتكاسة. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع تقديم إعالة أسر الشهداء بمبلغ أكثر من 24 مليون نقفة في العام 2025 وأكثر من 5 مليون نقفة لمعاقي الحرب، بالإضافة إلى أنشطة المراقبة في المرافق الخدمية حول السلامة والصحة والنظافة وصحة الغذاء. واقترح المشاركون على تعزيز الدعم المجتمعي لإعادة التأهيل والتنمية وتوجيه الدعم المقدم للمحتاجين نحو الاعتماد على الذات ومراقبة المواطنين المتأهلين في مجال التجارة والثروة الحيوانية بشكل صحيح وتنظيم التدريب المستمر. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تسفاتين قرماي إلى العمل المنسق لمكافحة العادات الضارة ومشاركة الجميع في الدعم الذي يقوم به الطلاب والموظفين لمساعدة أسر الشهداء. أفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية فورتوسا والممرض هايلاي حيلوم أن عدد النساء الحوامل اللائي يسعين للحصول على رعاية منتظمة من قبل الولادة في المرافق الصحية تشهد تزايدا ملحوظا بالمديرية. وأشار إلى أن معدل المراقبة الروتينية للنساء الحوامل ارتفع من 85% بحلول العام 2025 من نسبة 73 التي سجلت في العام الذي سبقته بفضل الجهود المتضافرة التي لرفع المستوى الوعي العام. وأضاف الممرض هايلاي إلى أن معدل المواليد وصل أيضا إلى حوالي 63% من أصل حوالي 55 في العام 2024 وذلك بفضل التوزيع العادل للمؤسسات والمتخصصين في الرعاية الصحية فضلا عن الوعي العام. ونصح الممرض المساعد والدمانئيل تسفى برهان الحوامل بزيارة المرافق الصحية 8 مرات على الأقل حتى موعد الولادة لمراقبة حالتهم الصحية لتجنب المضاعفات ووفيات الأمهات والرضاع. ويتم تقديم الخدمات الأساسية في مركز فورتوسا والصحي بشكل منتظم بما في ذلك التطعيم والرعاية قبل الولادة وفحوصات الدم الطوعية ورعاية الأطفال دون السن الخامسة وخدمات الأمومة والطفولة وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. نزح مئات المدنيين من قراهم في قرى قرب مدينة أوفارا حاملين أمتعتهم وماشيهم مع استمرار القتال بين القوات المسلحة الكونغولية ومتمردي حركة 23 مارس رغم إعلان الحركة انسحابها من المدينة الشرقية. وأعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتها على مناطق كوانغوا وكاتانغو والوانغا عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة 23 مارس على بعد حوالي 15 كيلومترا من أوفيرا. وشهدت عائلات من كوانغي وكاتانونغو وكالوانغي تتدفقان إلى مدينة أوفيرا. ويفاقم هذا النزوح الأزمة الإنسانية المتفاقمة في شرق الكونغو حيث سيطر متمردو حركة 23 مارس على مساحات واسعة من الأراضي في السنوات الأخيرة ما أجبرت مئات الآلاف من النزوح عن ديارهم. ورغم المكاسب العسكرية التي حققتها القوات الحكومية استمر تدفق المدنيين إلى أوفيرا بحثا عن الحماية من انعدام الأمن المستمر في المنطقة المحيطة. ناقش الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية آخر مستجدات العلاقات الثنائية وسير تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ناقش مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي آخر مستجدات العلاقات الثنائية وسير تنفيذ الاتفاقات المشتركة بين البلدين. وأكد الرئيسان خلال هذه المكالمة على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين طهران وموسكو واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي وشددا على ضرورة استمرار المشاورات المنتظمة وتعزيز التنسيق من أجل تطوير علاقات شاملة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يو أن بكين ستتصدى بقوة للمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان
مع انطلاق اليوم الثاني من تدريبات ينفذها الجيشية بالذخيرة الحية حول الجزيرة. وفي خطاب ألقاه في بكين أشار وانغ يو إلى أن العولمة الاقتصادية تعرضت هذه السنة لاختبار قاسي، وأدت الحروب التجارية إلى تعطيل النظام التجاري الدولي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن هذه السنة فرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة 100% على البضائع الصينية، ردت بكين عليها برسوم أيضا. وفي كلمته في مؤتمر سنوي بشأن العلاقات الدولية قال وانغ يو أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يفيد كلا البلدين، بينما أن المواجهة تضر بهم معا. ورأى أن العلاقة بين واشنطن وبكين هي واحدة من أهم العلاقات في العالم، محذرا الولايات المتحدة من أي تدخل في المصالح الوطنية للصين. أفرجت تايلاند عن 18 جنديا كمبوديا كان قد أسرتهم في يوليو الماضي في ظل هدنة مستمرة منذ أكثر من 3 أيام عقب أسابيع من اشتباكات حدودية دامية بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان عودة الجنود إلى كمبوديا، واعتبرت الخطوة دليلا على حسن النوايا وبناء الثقة. وكانت تايلاند وكمبوديا قد وقعتا اتفاقا لوقف إطلاق النار أنهى 20 يوما من الاشتباكات الحدودية التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد أكثر من 500,000 من الجانبين، في تتويج لمحادثات هدفت إلى احتواء التصعيد المستمر منذ مطلع ديسمبر الجاري. ويعود الخلاف الحدودي إلى الفترة التي جرى بينهم ترسيم الحدود في أواخر القرن ال19 خلال الاحتلال الفرنسي لكمبوديا. واندلع الاشتباك في العام 2008 عندما سعت كمبوديا لتسجيل معبد يعود إلى القرن ال11 في منطقة متنازع عليها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. عناوين النشرة مرة أخرى. تهنئة فخامة الرئيس سياسة فورتي بمناسبة حلول العام الجديد. فرع الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر يقيم أعماله. تشييد مشروع مياه الشرب في حشيشاي. فرار مئات المدنيين إثر معارك بين جيش الكونغو والمتمردين. الرئيس الإيراني والروسي يناقشان العلاقات الثنائية والتطورات الدولية. وزير الخارجية الصيني يؤكد التصدي بقوة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول العام الجديد 2026.
ምዕባለ